لا تمجد صنمك كي لا يمجد صنم الآخر. وبسبب الطائفية أصبح تمجيد الأصنام ملازما لها، فبالغلو صار صلاح الدين القائد الفاتح، وصار الخليفة الفاطمي هو الشيعي والموالي الصالح. تمجد صنمك يمجدون صنمهم. هذا قانون اجتماعي، قانون نفسي. فلا تسب آلهة القوم حتى لا يسب أو لا تسب آلهتك. لا تمجد صنمك فلا يمجد صنمهم. وما بعد المختار مجد صلاح الدين في الجانب الآخر، مجد فلان الحميري، أو إذا مجد أبو نؤاس وهو غرق في الخمر والرذيلة كما يمجد غيره في الجانب الآخر. كما يطرح الخليفة الفاطمي المغالي الذي يأتي بكل والذي يشرع الرذائل والمنكرات ويبيح كل المحرمات، أيضا يمدح على أنه حامي للشيعة وحامي للمذهب. أكد أهل بيت النبوة عليهم السلام على مقاطعة غلاة الشيعة لأنهم لا يأوون إلى خير، هتكوا الستر فهتك الله سترهم، وهم أخطر من بني أمية لقدحهم بالألوهية. ففي كل زمان ومكان يوجد المغالين والكذابين، فإذا وجد النبي وجد من يكذب عليه، وإذا وجد الإمام وجد السفيان الشيعي والدجال الشيعي. مقاطعة لغلاة الشيعة، فإذا يأمر الإمام بمقاطعة غلاة الشيعة كيف نكون من أولياء غلاة الشيعة؟ لا يأوون إلى خير، هتكوا الستر هتك الله سترهم. هذه وصايا أهل البيت بأعزائنا بأبنائنا أهل السنة، وهذه وصايا أهل البيت بالمغالين. الغالي هو أخطر من بني أمية. هذا يقدح بإمام أو يقدح بنبي، لكن ذاك يقدح بإله. إن وجد النبي أو الإمام أو الولي عليهم الصلاة والسلام فإنه يوجد إبليس والدجال والسفياني والمرواني والشيعي السفياني والشيعي المرواني والشيعي الدجال. أما المعصومون عليهم السلام وجدهم الرسول الأمين لا يخلون من كذاب يكذب عليهم. أدوار عديدة في كل عصر ومصر يأخذها أئمة الضلالة بالتدريج في الإضلال والتضليل من زمان إلى آخر بأساليب مختلفة ومتنوعة. هذا ما حذر منه الباحث والمحقق الكبير سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله في محاضرته العاشرة هذه لقناة المركز الإعلامي محمد الأسدي، كربلاء المقدسة.